السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهارده كده جايبه لكم فيديو جديد ويوم جديد. الفيديو بتاعنا النهارده حلو قوي 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 النهارده. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو مش مشتركة معايا في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا النهارده هعمل روتين حلو جدا جدا يا جماعة. بس عايزاكم تتابعوا معايا لغاية الآخر لأن النهارده أنا حصلت لي مفاجآت كتير جدا مش هقدر أقول لكم عليها دلوقتي، واحنا في الفيديو بتاعنا هتعرفوا ايه المفاجآت بتاعتي اللي حصلت لي النهارده. بس بصراحه يا جماعه اليوم بتاعي النهارده هيبقى طحن، لان انا اليوم النهارده هنضف فيه المطبخ كله وهعمل اكل وهعمل حاجات كتير 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 كتير. بس يعني ايه، عايزاكم تتابعوا الفيديو بتاعي عشان تشوفوا احنا هنعمل ايه. يلا نخش على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وادعوا لي كده ربنا يعيني ويقويني على الهم اللي ورايا. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده هنبداها مع بعض حبايب قلبي، هبدا ان انا انضف التلاجة بتاعتي. فجبت بقى الحاجات اللي هي موجوده، الحلل الموجوده في التلاجة اللي كان فيها بواقي اكل والكلام دوت. هبدا ان انا ايه افضيها عشان اغسلها. فجبت كده كيس اسود وببدا ان انا احط فيه كل الحاجات اللي انا مش محتاجاها، بعبيها كده وبحطها في كيس، ما برميهاش في الزباله يا جماعه، لان انا عارفه ناس بتربي طيور فبديهم الحاجات دي. وابدا كده اغسل المواعين بتاعتي. في الوقت دوت انا كنت سايبه التلاجة بتاعتي تفك، يعني كنت فاصلاها وسايبه بقى لو فيها تلج ولا حاجه ينزل، وعشان اغسلها وانضفها وكده. ففي مفاجاه بقى يا جماعه في الفيديو دوت، انا مش هقول لكم عليها دلوقتي، انا هقول لكم عليها بعدين عشان انتوا كمان هتتفاجئوا معايا اللي حصل لي. فابدا كده ان انا اغسل المواعين بتاعتي كده كلها. انا بغسل المواعين زي ما انتوا عارفين بالسلك، لاني بدات استخدم حلال الالومنيا تاني، فده كانت احسن وانضف يعني، فبتخلي لي الحاجه زي الفل بصراحه. فابدا كده انا غسلت اول حله معايا كده، وهبدا ان انا يعني بصوا انا كده خلصت الكميه كلها. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو فانا مش هجيب كل حاجه بالتفصيل. فانا كده غسلت المواعين وروقت الحوض بتاعي وخليته زي الفل. هبدا بعد كده، انا كنت جايبه فرخه هبدا ان انا اجهزها عشان اعملها يعني. فهبدا ان انا اول حاجه انضفها. فابدا اعمل محلول النقع بتاعي اللي هو عباره عن جربوه يا جماعه، طماطمايه وليمونه ودقيق وملح. بجد يا جماعه بيخلوا الفراخ زي الفل، ما فيهاش ريحه زفاره ابدا ابدا. قبل كده قلت لكم على الطحينه، والطحينه ممتازه وحلوه، بس الطحينه بقت غاليه جدا جدا. فلقيت حاجه اوفر واحسن برضو وفي منتهى الجمال، ما بقاش فيه ريحه زفاره خالص، اللي هي الطماطمايه. يعني هتجيبي الليمون كده تعصريه وتحطي عليه طماطمايه، وتحطي عليه شويه ملح وشويه دقيق، وتنقعي فيهم الفراخ يبقوا زي الفل. ده ملح على دقيق. هبدا ان انا اقلبهم كده، هاخد نص الكميه بس، مش هاخد الملح والدقيق دول كلهم. وابدا ان انا اضيف عليهم ميه، ده محلول النقع اللي انا هنقع بيه الفراخ بتاعتي. وشويه الدقيق دول هعصر عليهم ليمون برضو، وهسيبهم اغسل بيهم الفراخ. بصوا بقى انا عملت كده الليمون اهوت، انا عماله اعصر في الليمون وفي الطماطم حلو قوي، وحطيت عليهم ميه دوت اللي انا هنقع فيه الفراخ يا جماعه، مش هيخلي اي زفاره. لو فراخ او طيور او كرشه او ممبار او سمك، اي حاجه عايزه تنقعها بالطريقه دي، هتبقى معاكي بجد النتيجه ممتازه، مفيش اي زفاره خالص. انا بدوبها قوي كده عشان الملح والدقيق يدوبوا معايا كويس. هبدأ كده بقى اجيب الطبق، شوية الملح والدقيق الباقيين اللي في الطبق دول، واعصر عليهم ليمون، دول اللي انا هغسل بيهم الفرخة بتاعتي. تمام تمام. همسك الفرخة بقى كده ادعكها كويس او انضفها من اي حاجة فيها. وبصوا بوريكم كده الحتة اللي انا بوريها لكم دي اللي بتبقى في الورك فيها زي دهون كده، اللي هي بتبقى فيها حته زي كبده، دي غسلتها ونضفتها. بصوا يا جماعه انا غسلت الفرخه بتاعتي ونضفتها الاول، شلت كل الزوايد واي حاجه فيها، وبعد كده بدات اعملها بالدقيق وبالليمون. بس انا ما جبتش الحته دي عشان ما اطولش الفيديو عليكم، لان كان هياخد وقت كبير جدا جدا. فانا ابدا كده بعد ما غسلتها بقى ونضفتها اول غسله كده، ابدا ان انا بقى وشلت اي زوايد فيها، ابدا اعملها بقى بالدقيق والليمون حلو قوي، وشطفتها مره واثنين وثلاثه ونقعتها. سايبه الفرخه بتاعتي تنقع على جنب كده. هاجي بقى اسلق الكرنبايه. المفاجأة بقى بتاعتي يا جماعة، أنا كنت اليوم دوت أنا مش هعمل أكل، كنت أقضيها أي حاجة. بس جوزي اتصل بيا وقال لي إن هو جاي في الطريق، وأنتوا عارفين إن جوزي شغله وسفره بيبقى بره القاهرة، فبيقعد فترة طويلة بره البيت، فلازم من أول ما يجي يلاقي أكل كويس. فأنا قلت بقى إيه، كنت هعمل التلاجة بقى وأخلص اللي ورايا والمطبخ وكده. لكن المفاجأة بقى أما عرفت إن جوزي جاي، فنزلت بسرعة السوق اشتريت بقى محشي وكده. هعمل أكل النهاردة حلو جدا جدا، بس تابعوا الفيديو بتاعي لغاية الآخر. هبدأ كده أمسك الكرنباية بتاعتي كده أقطعها كويس. جايبه شنطه معايا يا جماعه، اي حاجه ما باجي انضف خضار او اعمل اي حاجه لازم يبقى في شنطه جنبي احط فيها الحاجه اول باول. همسك الكرنبايه كده، شلت الراس بتاعتها، وابدا ان انا اقورها من جوه كده عشان اسلقها. الكرنبايه بتاعتي دي تبارك الرحمن كانت كبيره، فبجد يعني خدت مني وقت في السليق ومجهود وكده. بس بصراحه كانت بيضه
وكانت حلوه قوي، وكان طعمها مسكر. اليومين دول يا جماعه الكرنب حلو قوي قوي، فاللي عايز يجيب كرنب يجيب، الوقت ده بتاعه حلو قوي قوي. وكمان لو عايزه تخزني خزني، لانه حلو قوي قوي وسعره حلو يعني مناسب. هبدا ان انا اقورها كده واشيل الراس بقى، واشيل الحته اللي جوه دي كده، اقورها كويس عشان لما اسلقها ما تغلبنيش، وابدا ان انا اسحب ورقيه ورقيه، ويبقى ايه مفيش اي تعب او مجهود عليا. كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده، شلت الراس بتاعتها وشلت الحته اللي بعد الراس. بس خلوا بالكم ما تشيلوش القلب ولا تشيلوا الوز ولا الكلام دوت. انا شلتها كده زي ما قلت لكم كده، قورتها. بصوا شكلها يبقى كده. بس انا لقيتها كبيره على الحله اللي انا هعمل فيها، فبدات ان انا شلت منها كام ورقيه كده. وبعد كده ايه، الورق اللي انا شلته بايديا دوت هبدا ان انا اسلقه لوحده ورقيه ورقيه، لان كانت كبيره فكانت هتاخد مساحه في الحله، ما كانتش هتنفع، فكانت عايزه حله كبيره قوي. دلوقتي عندي الميه اهي بتاعتي بتغلي، حاطه فيها كمون وحاطه فيها ملح، وهبدا ان انا انزل بالكرنبايه بتاعتي. بصوا نزلت بيها ازاي، وجبت كده طبق فيه ميه بارده، وابدا ان انا اسلق الكرنبايه. بصوا بسحبها ازاي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. وابدا احط في الميه البارده بتاعتي دي، اشطف الكرنب حلو قوي، وبعد كده بطلعه في مصفى يتصفى. يعني انا بسلقه بعد كده اشطفه، وبعد كده بحطه في المصفى كده زي ما انتم شايفين. هبدا اعمل الخلطه بتاعتي بتاعت المحشي. ضربت البصل في الكبه، وبعد كده ضربت الطماطم وحطيتهم الاتنين على بعض، وحطيت معلقه سمنه، ونزلت بالتوابل بتاعتي معلقتين سمنه كبار، معلقتين سمنه اللي هي بالمغرفه الكبيره دي، وحبه زيت حلوين عشان يخلوا المحشي بتاعي بيلمع ومفلفل. وبعد كده هبدا ان انا احط التوابل بتاعتي اللي هي بقى الكمون. الكمون ده اساسي يا جماعه، والفلفل الاسود، وكزبره ناشفه، وملح وشطه. ديت الشطه هي يا جماعه، دي الكزبره الناشفه. وبعد كده اخر حاجه معايا الملح. كده دي التتبيله بتاعه المحشي بتاعي. هسيبها بقى اركنها على جنب، واسيبها ايه تسبك مع نفسها كده، تاخد وتدي بشكل ودي زي ما بيقولوا. متنسوش يا جماعه بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. واقول لكم وصفه سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. الروتين بتاعي النهارده يا جماعه اتغير 380 درجه، يرضيكوا كده اللي ابو عبد الرحمن بيعملوا فيا. يعني انا كنت هعمل المطبخ كده واظبط الدنيا، دخلت في حاجه تانية خالص. هبدا كده بقى ايه، كانت رجلي وجعتني قوي بصراحه، فقعدت كده في الصاله وجبت الصينيه، وقعدت اقطع في الكرنب بتاعي كده واظبطه. انا بحب اقطع الكرنب، اعمله اقطع على قد الورقه، قد ما بلف يعني الصباع. ماشي، لان في ناس بتقطعه زي رول كده، وبتقطع وهي بتحشيه بتبقى ان هي بتقطع على قد الورق. لا انا بقطعه كده زي قدامكم كده، بيبقى جاهز. بقول لكم بقى ايه، ما تنسوش اللايكات. كده انا قطعت الكرومب بتاعي كمان وخلاص، مية مية. والطماطم بتاعتي او التسبيكه اتسبكت. جبت الرز كده كنت غسلاه وحطاه يتصفى، وجبت الخضره قطعتها. انا بستخدم خضره المحشي يا جماعه، شبت وكزبره بس. هبدأ بقى كده انزل بالصلصه بتاعتي كده، واقلبها في قلب الرز كده. الصلصه كانت حلوه قوي، على قد الرز كانت حلوه قوي قوي. انا كده بدي الحله لبنتي بقول لها دخليها جوه. بصوا يا جماعه بجد كانت الصلصه مظبوطه معايا مية مية، مش محتاجه اي حاجه تاني. هبدأ كده بقى احط ورقه في الحله كده من تحت، عشان لازم انا بحطها. انا المحشي معايا ما بيلزقش ولا حاجه، بس انا لازم أنا احط الورقه دي. وابدا ان انا الف المحشي بتاعي كده، بعمله صوابع صغننه كده وحلوه وبيضه وجميله. حتى الورقه دي انا لقيتها كبيره شويه كده، فايه فقلت ايه اظبطها كده حبه. لا مش الورقه دي، في ورقه تانية انا قصيتها نصين انا نسيت. في ورقه، لان في المونتاج كنت شايفه في ورقه انا قصاها. ايوه الورقه دي اللي هقصها. بصوا انا فاكره اهو، في ورقه كبيره اهو، بصوا فاكره وانا بعمل المونتاج. ورقه كبيره كده قصيتها شويه. قسمتها نصين، فاخد ايه اعملها على صبعين. فلاني بحب المحشي بتبقى صوابعه صغيره، بيبقى حلو قوي، بيبقى طعمه جميل، وتحسي ان الصبع كده امور. فابدا كده ان انا ارص المحشي بتاعي. بصوا اوريكم الصبع قد ايه. صباع صباع كده بقى ويبقى حلو كده وجميل، تحسي انك انت بتعملي حاجه بحب كده يا جماعه، الاكل بيطلع حلو. اهم حاجه يا جماعه ان احنا نعمل الاكل بحب. ما تعملي الاكل بحب، وانك انت داخله تعملي اكل للناس اللي انت بتحبيهم، وحابه انك تخشي المطبخ هتطلعي احسن اكل. تسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم، وتصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. والله العظيم يا جماعه الاكل هيطلع زي العسل معاكم. لكن اللي يخش يبقى عمال ينفخ وزهقان وما اعرفش ايه، بيطلع الاكل وحش جدا. كده انا خلصت المحشي بتاعي خلاص، حشيت حله كبيره وحله صغيره. بص دي نص حله، ودي الحله الكبيره بتاعتي، هي دي تعتبر بالنسبه لنا الحله الكبيره. حشيته ورصيته كده في منتهى الجمال. وهبدا بعد كده اضيف بقى كده. انا ركنت المحشي بتاعي، اوريكم بقى المحشي الفراخ انا سلقتها. بعد كده بقى انا سلقت الفراخ بتاعتي وطلعتها اهيت. هبدا ان انا ادخلها الفرن تتحمر، ما حطيتش عليها غير سمنه وشويه ملح وفلفل، مش اكتر من كده، ودخلتها الفرن يا جماعه. تطلع جميله جدا. ابدا اسقي المحشي بتاعي بقى، الشوربه عندي سخنه وبتغلي. هبدا كده انا كده هسوي الحله الكبيره، والحله الصغيره هعينها اليوم تاني. هبدا كده انا بسقي المحشي يا جماعه، خطوه مهمه جدا لازم نعرفها. الكرنب ما تخليش الشوربه تبقى عايمه على الوش، يا دوبك ايه
تبقى الشوربه في الطبق، يعني الطبقه اللي فوق ديت اول طبقه من طبقات المحشي بتاعتي ما يبقاش باين فيها الميه، لان الكرنب معروف ان هو بينزل ميه كتير. فانت لو خليتي الميه كتير عليه ولا كده هتبص تلاقيه استوى قوي. لكن بصوا انا كده بتبداي انك انت تهزي الحله كده عشان الشوربه تنزل تحت، ما تبقاش انتوا لانه انت فيه بتحطي وتلاقي الشوربه بقت عايمه على الوش كده، فتقولي خلاص لا بصوا انا نزلتها كده في الجناب ومش ظاهر عندي الشوربه على الوش خالص. مهم جدا ده سائل المحشي المظبوط يا جماعه. بصوا مش باينه الشوربه فيه خالص. وابدا ان انا احطه على البوتاجاز بتاعي لغايه ما يبدا يغلي من كل الجناب. ولازما ومهم جدا ان المحشي يغلي من كل الجناب يا جماعه، مش جنب وجنب. تشوفي البوتاجاز بتاعك وتظبطي الحله بتاعتك كده، عشان لو غلى من جنب وجنب هيبقى مش مستوي، تلاقي حبه مستويين وحبه لا. بص انا بوريكم الحله اهي مظبوطه خلاص مية مية، وسقيته من الجناب وكل حاجه. وبعد كده اول ما يبدا يغلي معايا بقى اوطي عليه، وبعد كده اضيف له حته السمنه. بصوا يا جماعه طالع بيلمع وفي منتهى الجمال. انا اصلا بضيف له حته سمنه كده على الوش عشان يلمع. وده بقيت شكل الاكل بتاعي اللي انا كنت عاملاه. بس انا هبقى اقدمه لكم في فيديو تاني، اكمل لكم فيديو تاني. الفيديو ما يطولش عليكم قوي، بقيه الاكل دوت انا عاملاه في فيديو تاني هنزل لكم بيه، واقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.